السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا في العنوان هذا، راني كنت نشوف اليوتيوب من بعد ما طلقت المغرب الأقصى، طلقوا القمر الصناعي نتاعهم الجديد هذا، نقول لهم مبروك عليكم. وهما في التعاليق من بعد كان عندنا واحد الصحفيين ربي يهديهم، راح قال لك الجزائر ستطلق قمر صناعي تاع تجسس، يعني لمحاربة القمر الصناعي تاع المروك. وهذه ما كانش منها طول، هذه ما عندها حتى علاقة لا بالمروك لا بحاجة أخرى. حنا القمر طلقته الجزائر، هذا القمر الصناعي الجديد هو قمر تاع اتصالات، يقول لك المكافحة التجسس، يعني أن الاتصالات نتاعنا والانترنت تاعنا تعقب على القمر الصناعي نتاعنا. هذا ما كان ماناش يعني نقلوا من نسبة التجسس كي تعود الاتصالات تاعك تعقب على قمر صناعي نتاع واحد اخر. المهم لو نجيو نحكيو عن تاع القمر الصناعي، بصح من بعد في التعليق جاوك المراركة، يعني بعض المراركة مش كل الناس تاع اليوتيوب هذوك ربي يهديهم، اللي يشتيو يتصيدوا اي صغيرة وكبيرة. قال لك الجزائريين نتوما ديما تعاندوا فينا، حنا درنا هذه درتو، درنا جامع درتو جامع، درنا قمر درتو قمر، وانتوما وفيكم وفيكم وراكم عن بالكم الاخر تاع الكلام هذا. هنا كما الجزائر دروكا في الجامع اللي سموه الجامع الأعظم هذا والجامع الكبير، هي الماركة ديما من نهار بدينا في الجامع هذا يقول لك تعاندوا فينا تعاندوا فينا تاع الحسن الثاني تاع الحسن الثاني. دروك حنا نبرهنوا لكم، راني جبت لكم من الجريدة نتاعكم هي سبريس هذه نتاعكم. نبرهنوا لكم باللي الجامع تاعنا تاع الامير عبد القادر كان هو الجامع الاول، مش الجامع تاع الحسن الثاني، وكان هو اكبر مسجد في افريقيا ولا ثالث اكبر مسجد في العالم. ومن بعد ولات الحسن الثاني هو الاكبر، ومن بعد دروكا تولي ترجع الجزائر هي الاكبر، يعني ترجع للمكانه تاعها. وراه المشكل ماناش نعندو فيك. هنا يقول لك: وقال عبد الله بوخلخال عميد جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية إن إنشاء المسجد يعود إلى السنوات الأولى بعد حصول الجزائر على استقلالها، حيث اتخذ الرئيس الراحل الجزائري الراحل هواري بومدين قرار الشروع في بنائه سنة 1969. اشفاو على التواريخ هذه 1969 قرروا يبنيو مسجد تاع الأمير عبد القادر في قسنطينة، انتهى البناء. احنا دوك حنا ماناش نحكيو على الجامع هذا واش فيه واش عليه والتاريخ نتاعو كل، حنا نحكيو فقط عن التاريخ تاع البناء، المساحه نتاعو وقتاه كملوا البناء نتاعو. قال لك في سنة 1984 تم تدشين الجامعة الإسلامية التابعة للمسجد، وتأخر تسليم المسجد الخاص بالمصلين حتى عام 1994. ويصنف المختصون في مجال العمران مسجد الأمير عبد القادر الذي يمتد على مساحة 13 هكتار على أنه منارة معمارية إسلامية فريدة. قال لك 13 هكتار وبداو يبنيو فيه في سنة 1969. هنا كان موضوع واحد اخر يتحدث عن المسجد تاع الامير عبد القادر. هنا يقول لك وقد وضع الرئيس هواري بومدين حجر أساس المسجد استغفر الله شخصيا بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة وقتها سنة 1974. هذا هنا يقول لك باللي الحجر تاع الأساس حطوه الرئيس هواري بومدين الله يرحمه سنة 74، يعني بداو الشروع في البناء نتاعو. هنايا نجيو المسجد نتاع الحسن الثاني. قال لك انه معلمة تاريخية بنيت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وقد تطلب اكماله 6 سنوات ابتداء من سنة 1987. يعني المسجد تاع الحسن الثاني بداو يبنوا فيه في 87، تاع الجزائر تاخذ القرار 69 بداو يبنوا فيه في 64، ونتاعكم بديتو تبنيو فيه في 87. يعني من قلد من عن بالي بلي المسجد تاع الامير عبد القادر فيه المنبر تاعكم الحسن الثاني هو اللي عطاه له، يعني هذه من عادة الملوك، هذه مش عطاه له بمزية وانه من حسن النية، ولا الحسن الثاني ما كانش عنده حسن النية، عطاه لهم على خاطر باش يخلي بصمه، باش يخلي اسم تاعو. هذاك الوقت كان المسجد هذا كل مسجد الكبير وكانت معماريا وتحفه فنيه، هو قال حب يخلي اسمه ماركي ثم، قال يقولوا المسجد الكبير المنبر تاع الحسن الثاني، حب يقرنه. ومن بعد قال علاه انا ما نديرش حتى انا مسجد سدي على روحي حتى نولينا ندير فيه منه، ولا دار هو مسجد ودار اكبر مسجد، يعني حتى هو ثاني تحفه فنيه ما شاء الله. بصح ماناش نقلدوا فيكم، هو كان حبلو بعد يدير واحد اخر، ماهوش يعني بالشرط بالضروره راهو يقلد فينا. كل واحد يحب يخدم في بلادو وكل واحد يدير قالك عنده ما تحسدش. وبصح يجي المسجد تاع الحسن الثاني هذا يتربع على مساحه نتاع 9 هكتارات، تاع 9 هكتارات. المسجد تاع الامير عبد القادر في 13 هكتار ونتاحم فيه 9 هكتارات. هو نتاحم يتسع ل 25 ألف مصلي، احنا نتاعنا يتسع ل 20 ألف مصلي. بالك هو كبير عنه في هذا الشيء برك، في المساحة، في الطول تاع المئذنة، في المشاكل هذه فقط. في المساحة تاع الجزائر هو الكبير، تاع أمير عبد القادر فيه 13 هكتار، نتاع حسن ثاني فيه 9 هكتارات. بصح المسجد نفسه
الاتساع نتاع الحسن الثاني تسع 25,000 مصلي، نتاع الجزائر تسع إلى 20,000 مصلي. المهم هذه لو طوينا تاع المساجد هذه، ما قلدناكمش حنا في المساجد، ما قلدناكمش في الحوايج الاخرين. حنا اللي بدينا الاولين في المسجد اكبر مسجد، ومن بعد نتوما درتو تاع الحسن الثاني، وحنا درك مكملين في الطريق نتاعنا نتاع اكبر مسجد. نتوما بعد حابلكم ديروا واحد اخر من بعد ثاني اكبر، مرحبا وراه المشكل، ماذا بينا نتعاندوا في الخيرات. اما فيما يخص القمر الصناعي دروك هما هبلونا، قالك قمر صناعي نتاعنا وحنا ونتجسوا عليكم ونشوفوكم واش راكم ديروا واش راكم. لو كنت تفهموا معايا شوفوا هنا مليح. قال لك ويدخل إطلاق هذا الأقمار الاصطناعية الثلاث في إطار برنامج وطني للفضاء بالجزائر يحمل اسم آفاق 2020، اعتمده مجلس الحكومة عام 2006 بهدف تقوية قدرات الجزائر فيما يتعلق برصد الأرض لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية وفق بيان الوكالة. ويعد قمر ألسات واحد با ثاني قمر اصطناعي. ألسات واحد با هو ثاني قمر اصطناعي بدقة تصويرية متوسطة أطلقته الجزائر لرصد الأرض ومراقبتها بعد قمر أطلقته سنة 2002. وقالت الوكالة أن القمر الجديد يلتقط صورا من ارتفاع 670 كيلومتر في وضعية متعددة الأطياف، ويشتغل في تلبية الأهداف المتعلقة بالمجالات التنموية الحيوية. وبينما يعد ألسات 2 باء ثاني قمر اصطناعي بدقة تصويرية عالية وضع في مدار ارتفاع 670 كيلومتر بعد قمر مشابه أطلق عام 2010، ويدخل نطاق استخدام القمر الجديد في، ركز معي لهنا، في التخطيط والتهيئة العمرانية والفلاحية ورسم الخرائط وإعداد مسح للأراضي والوقاية من المخاطر الطبيعية وتسييرها. أما القمر ألسات واحد نون هو قمر اصطناعي جزائري نانومتري ذو مهمة علمية وبعد تكنولوجي تم إنجازه من طرف فريق باحثين جزائري وبريطاني لأجل أداء العمليات والوظائف للحمولات الثلاث المركبة على الساطل، تقول الوكالة الجزائرية. وهنا يقول لك وقالت الوكالة في بيان لها إن الأمر يتعلق بأقمار تحمل اسماء ألسات واحد با ألسات 2 با وألسات واحد نون، جرى إطلاقها على متن الصاروخ الهندي في عملية عرفت إطلاق 8 أقمار اصطناعية. هذه كل كان مشاركين فيه باحثين جزائريين، وكان حتى اللي تخدم 100% بأيادي جزائرية وباحثين جزائريين. المهمة راكم شفتوا معايا المهمة نتاعو هنا على بعد 670 كيلومتر. المهمة نتاعو هي التخطيط والتهيئة العمرانية والفلاحية ورسم الخرائط وإعداد مسح الأراضي. ويلتقط صور ثانية كاينة حتى في الانترنت، صور تاع القمر الصناعي نتاعنا اللي التقطها. القمر الصناعي تاع المروك درك واش هي الوظيفه نتاعو، هما لو كان يفتخروا حنا هنا لحد الساعه رانا عندنا ثلاثه نتاع اللي يلتقطوا الصور وتاع التخطيط والتجسس وكلش يلتقط الصور، سما راهو تاع تجسس ثاني. ورايحين زدنا نطلقوا واحد اخر تاع اتصالات، يعني نعود اتصالات اللي تجريها الجزائر تعود تعقب على القمر الصناعي تاع الجزائر، يعودوا حتى بالك الجيران تاعنا يجيو يكريو عندنا القمر الصناعي باش يعقبوا عليهم الاتصالات تاعهم ولا القنوات نتاعهم. القمر الصناعي تاع المروك انا جبناه من هيسبرس ثانيه. وقد تم تطوير، ركزوا معي هنا مليحة، وقد تم تطوير هذا القمر الصناعي لمراقبة التراب الوطني، وتم تصنيعه من قبل الشركتين الفرنسيتين تاليس ألينيا سبايس وإيرباص ديفانس اند سبايس. ويستخدم اساسا هذه الفرنسيتين هما اللي خدموه، ما يشاركوا فيهم حتى بحاجه، هما راحوا شراوه واجد. ويستخدم اساسا في المسح الخرائطي والتخطيط الترابي، نفس الشيء، اسمع، المسح الخرائطي والتخطيط الترابي ورصد الانشطه الزراعيه والوقايه وتدبير الكوارث الطبيعيه ورصد التطورات البيئيه والتصحر، اضافه الى مراقبه الحدود والساحل البحري. نفس المهام تاع الاقمار الصناعيه الجزائريه، نفس المهام، مراقبه التصحر البيئه ذاك، حتى مراقبه الجراد ثاني داخله فيها، نفس المهمة. يعني ما جبتوناش حاجة جديدة علينا، راكم جبتوا اللي حاجة اللي درتوها انتم دروكا في 2017، احنا درناها في 2010 وفي 2006 وفي 2002. ما فاتونا حتى بحاجة، احنا عندنا ثلاثة وانتم عندكم واحد، وحنا انا في الطريق تاع نطلقوا الرابعة نتاع اتصالات، وانتم ما عندكمش واحد تاع اتصالات، عندكم واحد تاع يدير الصور، وحنا عندنا اللي يدير الصور تاع المسح، عندنا نفس المهم. وهنا اسمعوا معايا واش يقول. وكان ستيفان إسرائيل، فهمتوا رو كان السر وراها، ستيفان إسرائيل المدير العام لأريان سبايس المكلفة بإطلاق الصاروخ الحامل القمر الصناعي قد أعلن الاثنين الماضي عن نهاية الاستعداد للإطلاق. هذا ما كان مشكل، هذا ما كان. لو كان يعتوا لي هناك فاش رانا نعاندو فيك. لما طلقتوه في 2017 نتاع المسح الترابي والتخطيط ومحاربة التصحر، احنا طلقنا في 2002، طلقنا في 2006، وزاد طلقنا واحد
في 2010 بالدقة الاخر هذاك تاع الصات واحد نون تاع يلتقط الصور بدقة عالية، وثاني تاع التخطيط العمراني وتاع محاربة التصحر وتاع التقاط الصور نفس الشيء. وهذا الرابعة نفسه نشوفهم واش راهم يقولوا. لقيت واحد التعليقات تاع اخرين مرار يقول لك يا الجزائريين انتم راك تعاندوا فينا من الغباء نتاعكم، هل يعقل انكم ديروا قمر صناعي في اسبوع؟ هي كم جيتش انت غبي تعرفوا باللي راهو ماهوش راح باللي راهم مخططين له من قبل، بلي راهو التخطيط تاع السنوات ماناش نقلدوا فيكم. انما الصحافه نتاعنا اللي راح تجري وتقول لك ها هو قمر صناعي تجسس لمحاربه المروك ما عندك ما قمر صناعي ما عنده ما يحارب قمر صناعي واحد اخر. الاخر يجي عاق بيصور، الاخر يجي عاق بيصور تربح، ما كاين فيه حتى محاربه. بصح محاربه التجسس يقصد بها أن الاتصالات نتاعنا يعقبوا على القمر الصناعي نتاعنا. هذه هي المقصود منها وفقط. وبركك من الفانتيز تاعكم هذا، استغفر الله العلي العظيم. المهم هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.